ويجي واحد يقول لك انا مش عارف اشترك في باقات اكستريم نت لشركه فودافون، وواحد تاني يرد عليه يقول له يا عم ما باقات اكستريم نت موجوده في الابلكيشن بتاعنا فودافون. فيقوم الاولاني يقول له لا انا بدخل على الابلكيشن وما بلاقيش اي باقات الاكستريم، وكمان يبعت له سكرين بالقصه دي. يرد عليه صاحبنا التاني ويبعت له نفس السكرين ان الباقات موجوده عنده. طيب مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط؟ احب اقول لكم انتوا الاثنين صح، لان فعليا في بعض الخطوط بيظهر عندها باقات اكستريم وبيبتدي يشترك فيها من غير اي مشاكل. اما بقى اكتر الخطوط بنسبه 80% خلاص باقات اكستريم اتشالت نهائي من على الخطوط دي، فاللي هيقدروا يشتركوا فيه بس هي باقات بلس. هيجي في دماغك سؤال مهم جدا، هل الناس اللي هي ما بتعرفش تشترك في باقات اكستريم نت دي نقدر نخليها تشترك في الباقات دي؟ هقول لك سؤال مهم بس هنجاوب عليه كمان شويه. بس حابب قبل ما ابدا اقول لك انا محمد ودي قناتكم اشباح النت 2.0. ما تنساش تحط لايك للفيديو، ولو انت جديد معانا ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه، وتفعل الجرس بكل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. لو ما عندكش ابلكيشن انا فودافون، كل اللي هتعمله ان انت هتروح على البلاي ستور عندك او متجر بلاي، بعد كده هتروح تحمل منه ابلكيشن انا فودافون اخر اصدار موجود على المتجر. بعد كده بتبتدي تدخل على ابلكيشن انا فودافون بالرقم وباسورد فودافون الخاصين بيك، اللي هو رقم فودافون بتاعك وباسورد انا فودافون، عشان تبتدي تدخل وتفتح معاك الواجهه دي. بعد كده وليكن انا حابب ان انا اشترك في باقات اكستريم نت، اعمل ايه؟ كل عليك بس عزيزي ان انت بتسحب البانر دوت بالشكل ده، بعد كده بتروح للانترنت عندك بيقول لك انت غير مشترك في باقه موبايل انترنت، هتدوس على شراء باقه بالشكل دوت. المفروض هيظهر عندك باقات بلس وتطبيقات بلس واكستريم نت. بعد كده ببتدي ادخل على باقات اكستريم نت من المكان دوت، بعد كده ببتدي اشترك في اي باقه. طريقه الاشتراك ازاي؟ كل اللي عليها دلوقتي مثلا ال 150 ميجا بايت المتجدده بتكون عامله 6 جنيه ونص رصيد. كل اللي عليك ان انت بتروح تحط على الخط بتاعك 6.5 رصيد، بعد كده بتبتدي تشترك في الباقه مفيش اي مشاكل. ده بالنسبه اللي هي الناس ال 30% وال 20% اللي بيبتدي يظهر عندهم فعلا اكستريم نت على الخطوط الخاصه بيها. طيب بقى الناس اللي ما بتظهرش عندهم باقات اكستريم نت هنبتدي نعمل ايه؟ هقول لك يا عزيزي انا حلت لكم المشكله دي عن طريق سكريبت، كل اللي عليه اللي هو بيجيب لكم العروض، هتحط الرصيد بتاعك برضه تبتدي تشترك في اي باقه اكستريم انت عايزها. الكلام دوت بيتم ازاي؟ تعالى بقى اما اقول لك. وده خط من ضمن الخطوط المفروض مش بيظهر عليه اصلا باقات اكستريم. هتقول لي يا محمد ايه الفرق بين باقات اكستريم وباقات بلس؟ اقول لك ان باقات اكستريم المفروض ان هي بتديك هدايا اكتر، والمفروض ان سعرها بيكون اقل من اسعار باقات بلس. فلو سحبنا البانر بالشكل دوت ورحنا على الانترنت على الخط دوت، ركز هنا كده، باقات بلس وتطبيقات بلس وباقات اضافيه، لو ضغطنا عليها بالشكل دوت بيقول لك لا يوجد باقات متاحه. امال فين اكستريم يا عم؟ هو ده بقى اللي كنا بنتكلم عليه في بدايه الفيديو، ان الاثنين عندهم حق فعلا. الاول فعليا بتظهر عنده باقات اكستريم، والثاني مش بتظهر عنده باقات اكستريم. فعشان نحل المشكله دي ونبتدي ننزل المفروض على الخط دوت باقات اكستريم الخاصه بيه، فكل اللي علينا بالشكل دوت ان احنا نبتدي نخرج. بعد كده عندنا ابلكيشن بايدرويد 3، ولازم النسخه اللي بتنزل تحت الفيديو اللي انا بستخدمها، ما تروحش تحمل لي نسخه من على جوجل بلاي او البلاي ستور، مش هتبتدي تشتغل عندك وهيواجهك مشاكل كتيره. بعد كده كل اللي علينا ان انا اقول له بالشكل دوت اب انفو، بعد كده اقول له من هنا كلير داتا للابلكيشن عشان يفتح معايا كاني اول مره استخدمه بالشكل دوت. بعد كده خلينا ندخل بقى على البايدرويد 3، بعد كده نبتدي ننتظر لحظات. طبعا بايدرويد 3 ده بيشغل ملفات بايثون، انا عامل لك سكريبت صغير كده، كل اللي عليه بس انه بيبتدي يشغل لك العروض عندك مش اكتر من كده، للافاده مش اكتر من كده. بعد كده نضغط على علامه الاكس اللي موجوده فوق دي، بعد كده نقول له انستولينج بايثون، هو بيبتدي يثبتها تلقائي. بعد كده نبتدي نضغط على علامه الملفات اللي موجوده فوق دي، وبعد كده نختار منها كلمه اوبن فتح بالشكل دوت. بعد كده هتدوس على كلمه كول من هنا، بعد كده تروح للستوريج اكسس فريم ورك عندك، بعد كده نبتدي نروح المفروض للسكريبت الخاص بينا. طبعا انا لما بنزل لك السكريبت بيكون بصيغه زد اي بي، فلازم حضرتك تفك الضغط عنه، لازم الامتداد بتاعه في النهايه يكون دوت باي بدل دوت زد اي بي. فخليني بالشكل دوت ابتدي اضغط الملف اللي انا هسيبه لك عشان حضرتك تعرف ازاي بنفك الضغط عنه. بعد كده ادي الملف اللي انا سايبه لك، كل عليك بس ان انت تضغط عليه ضغطه طويله، بعد كده بتروح للثلاث نقط دول، بعد كده بتقول له اكستراكت تو استخراج الى، بعد كده بتقول له اوكي. طبعا عشان عندي نفس الاسم فهنا بقول لك ان في سيم لنفس الاسم. هنبتدي مره ثانيه بالشكل دوت، نقول له اكستراكت تو، بعد كده نقول له اوكي، فبيظهر عندك الفولدر دوت. بعد كده بتدخل عليه بتلاقي السكريبت امتداده دوت باي. بعد كده كل عليك ان انت بترجع هنا مره ثانيه على الملفات بتاعتك، بعد كده بتبتدي تدخل الفولدر اللي انت فكيت الضغط عنه، شوف انت فاكك الضغط عنه فين، في الداونلود، في مكان ثاني، وهكذا. بتبتدي تختار الملف اللي اخره دوت
باي. بعد كده بنبتدي نرن السكريبت الخاص بينا من علامه التشغيل الصفراء اللي موجوده تحت دي. خلينا نشغل السكريبت. هنا بقى خلينا نثبت المكتبات اللي المفروض ان احنا محتاجينها. هتضغط على الثلاث شرط اللي موجودين دول، بعد كده بتروح للبيب اللي هي PIP، بعد كده بتدوس عليها بالشكل دوت. في اللايبراري نيم هنا هتبتدي تكتب اول حاجه ريكويستس بالشكل دوت، بعد كده تقول له انستول. هتبتدي تنتظر لحظات بالشكل دوت على ما بيبتدي يعمل انستول للمكتبه عندك. طبعا المكتبه بتثبت عندك على حسب جوده الانترنت، هل فعلا سريع ولا بطيء وهكذا. بعد كده خلينا ننتظر لحظات لحد ما يجيب لنا كلمه اسمها كومبليت اللي هو مكتمل عموما. بعد كده هتبتدي تثبت مكتبه اسمها كلاراما بالشكل دوت، بعد كده تقول له انستول مره ثانيه. اول ما بيجيب لك كلمه كومبليت انت كده تمام. خلينا نرجع بقى ونشغل السكريبت الخاص بينا. ادي تشغيل السكريبت الخاص بينا. هتلاقي فعليا كده ان الشبح بتاعنا ظهر وهيقول لك هنا جوس نت 2.0. بعد كده بقول لك انتر يور نمبر. هنا دلوقتي الناس اللي عندها مشاكل هتبتدي تعمل ايه؟ كانك داخل على ابلكيشن انا فودافون بالظبط، هتبتدي تكتب رقم فودافون الخاص بيك وباسورد انا فودافون. خلينا اكتبهم. وبعد ما بتكتب الرقم بتاعك بتدوس انتر، بقول لك انتر يور باسورد، بعد كده بتكتب باسورد انا فودافون الخاص بيك. انا مستخدم في الشرح بتاع النهارده الخط فعليا اللي هو ما عليهوش اي باقات اكستريم او مش ظاهره عنده فعليا فين؟ في العروض او على الابلكيشن. هو فعليا يا شباب العروض دي موجوده في الابلكيشن على كل الخطوط، بس فعليا قد تكون في مشكله اصلا في الابلكيشن بتاعهم، محتاج ان هو يعمل تحديث او اي حاجه من الحاجات دي عشان تظهر لكل الناس. بعد كده بتبتدي تدوس انتر اللي هو السهم اللي موجود في الكيبورد عندك تحت دوت. بعد كده خلينا ننتظر لحظات يا عزيزي ونشوف هيجيب لنا ايه. قال لك يو هاف سكسسفولي لوجد ان، انت كده تمام دخلت الرقم والباسورد الخاصين بيك تمام ما فيهمش اي مشاكل. بعد كده بيكون ظاهر لك هنا من 1 ل 11 اللي هي جميع باقات اكستريم ال 11. بعد كده بقول لك بليز انتر ذا نمبر اوف يور تشوزن اوفر. بعد كده بقول لك اكتب لي بقى الرقم الخاص بالباقه اللي انت هتبتدي ان انت تستخدمها. انا وليكن مثلا هستخدم الباقه اللي هي بتديني 150 ميجا بايت والمفروض سعرها بيكون 6 جنيه ونص رصيد، فالمطلوب مني بقى ان انا هروح اضيف على الخط بتاعي 6 جنيه ونص رصيد. بعد كده كل اللي عليا ان انا هبتدي اشترك في الباقه الخاصه بيا اللي هي 150 ميجا بايت. طيب لو انت حابب ان انت تشترك في اي باقه ثانيه بتحط الرصيد بتاعها في الابلكيشن، بعد كده بتبتدي ان انت تدخل على السكريبت وتفعل الباقه الخاصه بيك. ده بالنسبه للناس اللي ما بتظهرش عندها الباقات. بعد كده وليكن خلينا نرجع على الخط مره ثانيه، وده الخط الخاص بينا اللي معلوش اي باقات اكستريم. خلينا ندخل على الانترنت عنده بالشكل دوت. المفروض هنا مش ظاهر لنا اي باقات اكستريم، وفي تفاصيل الباقات هنا ما عندناش اي باقه اكستريم. خلينا بس نشوف هل في رصيد على الخط دوت ولا لا. المفروض يا عزيزي ان شحن الرصيد زيرو، يعني المفروض الباقه هتنزل بس هتكون غير مفعله. فخلينا نضغط على شراء باقه بالشكل دوت مره ثانيه، وزي ما انت شايف هنا ما فيش اي باقات اكستريم. بعد كده خلينا نرجع للسكريبت. بعد كده مره ثانيه بقى كل اللي علينا بس اللي احنا هندوس على رقم واحد اللي هي الباقه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي 150 ميجا بايت وب 6 جنيه ونص رصيد. بعد كده هندوس واحد، بعد كده انتر. بقول لك كده انت اخترت الباقه اللي هي اكستريم نت اللي هي ب 6 جنيه ونص اللي بتديك 150 ميجا بايت. بعد كده بقول لك اوفر ادد سكسسفولي، ان العرض فعليا انضاف للخط بتاعك بنجاح. بعد كده بالشكل دوت خلينا نرجع مره ثانيه هنا على ابلكيشن انا فودافون على الرقم بتاعنا. بعد كده نعمل كده ريفرش للابلكيشن. بعد كده كل اللي علينا ان احنا ندخل على الانترنت. ركز معايا بالشكل دوت. ادي باقتك الحاليه هنا غير مفعله اكستريم نت 6 جنيه ونص اللي هي بتديك 150 ميجا بايت. لو حابب ان انت تلغيها بتنزل لتحت بالشكل دوت، بتقول له المحاسبه بعد انتهاء الباقه، بعد كده بتوقف الباقه الخاصه بيك. ده بمنتهى البساطه يا شباب ازاي اصلا تشترك في باقات اكستريم نت للناس اللي عندها مشاكل اصلا ومش عارفه تلاقيها موجوده في ابلكيشن انا فودافون من خلال العروض بتاعتها. وفي النهايه حابب اوجه رساله لشركه فودافون مصر، ليه في بعض الناس عندها الباقات بتاعت اكستريم وناس ثانيه ما عندهاش الباقات دي؟ يا ريت تجاوبونا. والمفروض يا عزيزي هيكون في جدول خاص بالفيديوهات الخاصه بينا اللي بتنزل عشان نكونوا متواجدين معاكم باستمرار. الجدول دوت هيكون يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربعاء. طبعا حابب اقول لك ان يوم السبت هينزل فيديو مختلف عن يوم الاثنين عن يوم الاربعاء، هيكون مختلف تماما في المحتوى على حسب بقى ما هنبتدي نظبطها. ممكن فيديو للربح يوم السبت، ممكن فيديو مثلا عن باقات وعروض الشركات مثلا يوم الاثنين، ويوم الاربعاء ان شاء الله نبتدي نشوف لها اي حاجه ثانيه. ممكن نتكلم عن الكريبتو والعملات الرقميه. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.